صباح الخير. يوم جديد، احنا طبعا في مؤتمر وعندنا حد جميل، عندنا عيد ميلاد، فالنهارده هقول لكم ازاي تعملوا تورته باسهل طريقه. على فكرة دلوقتي الساعة 7:30 الصبح، فاحنا عايزين نعمل تورته الساعة 7:30 الصبح عشان هم عايزين يحتفلوا بالساعة 9. وقبل الاجتماع وعايزين نعمل حاجه حلوه سريعه، فطبعا راحوا لمين؟ جم للغلبانه، وانا مش عارفه ايه اللي طقها في دماغي، جبت حاجه معايا يا سلام هنعمل بيها تورته خطيره. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى معايا، استلفنا طبق من المطعم طبعا، كتر خيرهم يعني. وفي الكانتين لقينا شويه مانجا، فجبت مانجا وقشرتها وقطعتها وخدت الجوس كده نعمل بيه صوص حلو. وحبيبه الملايين توينكز، فهنبدا في البدايه نفتح توينكز. اي نوع كيكه مش لازم توينكز. بس انا عاملينها مانجا فيفضل تبقى فانيليا بالظبط. لكن لو انتوا مش حاطين فاكهه وهتحطوها كلها شوكليت مفيش مشكله، بس هتجيبوا مش مانجا، هنحط بقى فراوله هتليق عليها اكتر كده. توينكز الحلوه بتاعتنا نبدا بقى نفتحها ونحطها في البوله بتاعتنا. طيب هنفتح كل توينكز ونرجع لكم. بصوا بقى رصينا كام حبه في البوله، نجيب بقى شويه لبن. انا مش عايزكم تبقوا بخله. يعني ايه؟ عشان احنا عشان نجيب تورته هنضطر نمشي لنا حسبه 90 كيلو او 100 كيلو، ممكن نلاقي وممكن ما نلاقيش. تلاقي. فطبعا لازم اللي موجود يستغل نرمين. شويه لبن كده حلوين. طبعا يعني ايه، المانجا حبيبه الملايين لازم ايه نديها ايه كده عشان تدي ايه. طبعا دي عاديه مش بيتي، فاحنا ايه لازم نظبط الاداء. نحط حبه مانجا كده. هو بصراحه نرمين المانجا اللي عملتها قطع فاضل منهم شويه حلوين كده تحطهم في النص. سيبهم. هي نرمين عملت كده. والفوم بقى بتاع ربنا يستر. ده بقى اللي مقلقنا انا. نديله رجه حلوه كده. ايوه دوس على الزرار يطلع فوم كده. ايه سايح. هات انا رش. لا عايز سخن. طب هنشوف هنعمل ايه في موضوع الفوم ونرجع لكم. للاسف بقى طلعت بايظه، فحطينا بس شويه ليكويد يبتدينا بس فليفر، وهنكمل باقي التوينكز بتاعتنا. كنا حاطه طبقه شويه مانجا من دول. ممكن نحط طبقه مانجا كمان. حط باقي المانجا. ننزل المانجا كلها كده بما ان ما بقاش فيه فوم. كريم شانتيه. مفيش كريم شانتيه، فايه هنصرف نفسنا. ممكن تاخد شويه كمان من دول. احنا دول بقى هنحطهم، لسه هنحط طبقه كبيره. نأسف احنا بصراحه احنا في مكان اكيد فيه كده يعني عادي. احنا ما عندناش جلافزات، فاحنا بنصرف نفسنا باللي موجود. اهو نحط باقي التوينكز. وكان لو في فوم كان عمل شغل حلو، بس يلا بقى. لو انتوا بقى في البيت عايزين تعملوا تورته لعيالكم تفرحوهم، كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه و3 معالق سكر على كوبايه حليب، واضربوهم كويس جدا، هيطلع لكم نتيجه حلوه جدا. ايوه بس هي شكلها لذيذ برضه. يعني ايه باقل الامكانيات، يعني ايه نقدر هي شكلها يبقى حلو برضه يعني. على فكره شكلها يبقى حلو يعني، مش حلو بس. كان نفسي تبقى احلى بس معلش. المتاح احنا فاضي النطرون فايه، بس نرمين مهنجه شويه. تعالوا بقى نحط برضو يعني شويه لبن كده عشان ايه نظبط الكيكه اللي من فوق. ونبدا بقى ايه نظبطها ونرصها رصه حلوه. عارفه الفرق بيني وبينك ايه في القصه دي يا نرمين؟ ان انا بمنتهى البساطه هقوم ماسك المانجا ديلها في الطبق. انا عارفه يعني انا هحط بس الفراغات مانجا كده، قطع مانجا كبيره. دي فاهمه قصدي؟ انا عارفه ده الفرق في التفكير بيني وبينك، ان انت هترصيهم وانا هكبهم. انا قعدت نص ساعه اقطع فيهم الصبح عشان يطلع شكلهم حلو، بس انا كعماد مش هتفرق معايا الموضوع ده. انا اسهل حاجه عندي بوك على طول في بعضي. سامحونا بقى بنستخدم ايدينا. طبعا نرمينها هترصهم وتعمل شكل جميل، فانا مستنى اتفرج، هخليها تخلص رص وارجع لكم. ودلوقتي بدأ يظهر معالم الشكل. طبعا الشكل دلوقتي حاجه وقصه وحدوته، فنرمين معاها حق ما ينفعش نكب كب يا جماعه، لازم نطلع شكلنا ابن ناس كده. يعني ينفع نبقى عاملين كل المجهود ده اللي احنا ما عملناش فيه حاجه؟ انا عايز اقول لكم احنا لو بنصور الفيديو ده عندها في الصفحه بتاعتها، انا مستحيل اعمل كل الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي دي. انا هسكت بقى وابط وبطل اتكلم واركز معاها. بما ان دي الصفحه بتاعتنا فاحنا احرار يعني. لازم ايه. بصوا شكلها حلو على فكره، دي جميله. هي لولا بس الكريم شانتيه، بس انتوا لو عملتوها في البيت بشويه كريم شانتيه
هتطلعوا عظمه زي كده، الولاد هتتبسط بيها قوي. ده شكلها بعد ما خلصناه، بصوا شكلها حلو ازاي. طبعا هنطلع بقى دلوقتي ناخدها ونطلع عليه الشخص اللي معمول له عيد الميلاد اللي معمول مانجا ده اللي هيتبسط قوي، ونقول له كل سنه وانت طيب. طيب. يلا نشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه. باي باي. باي باي.